السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا صديقي الكوير في فيديو جديد. فيديو النهاردة عن فوز بيراميدز المدوي منذ لحظات على النادي الأهلي 2-0. الحقيقة إنها مباراة غير متوقعة تماما. بيراميدز اكتسح النادي الأهلي في الملعب بكل الأشكال. لعيبة النادي الأهلي تبدو وكأنها مبتدئة، لعيبة مبتدئة ما بتقدمش أي حاجة، مش عارفين يباصوا، تأخر في القرارات، تأخر في القطع، تأخر في التدخلات، التحامات سيئة جدا. كل الثنائيات بيراميدز بيكسبها. أنا ما كلمتكش فني، أنا بكلمك على مستوى اللعيبة. اللعيبة سيئة جدا. هتقول لي روبيرو، هقول لك انت صح. روبيرو هو واحد من اسوأ المدربين اللي مسكوا النادي الاهلي ان لم يكن اسوأهم، لكن اللعيبه انا بتكلم على لاعب زي زيزو. المفترض ان زيزو جاي عشان المواقف دي، عشان لما انا اتحط في موقف صعب هو ينقذني، والا هو بياخد راتب ليه مختلف عن اللعيبه اللي حواليه. ما هو ده برضه نفس الكلام على تريزيجيه، انت بتاخد ليه راتب مختلف عشان لما انا اتضغط في فتره زي كده انت تخترع لي حل. انت اللعيب المفترض انك السوبر بتاع الفريق. الكلام ده بينطبق على معظم اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي، واحد زي بن رمضان، واحد زي اشرف بن شرقي، اللعيبه المميزه اللي تقدر تخلق حلول. بن شرقي خرج من الشوط الاول ما اعرفش ليه. وانا عايز اتكلم على المدرب ريبيرو، واحد من اسوأ المدربين ما فيش شك. ريبيرو لازم يخرج من النادي الاهلي باسرع وقت، دي برده ما فيهاش شك. لكن لازم اللعيبه برده يكون لها عقوبه قاسيه جدا، لان النهارده النادي الاهلي عمل مباراه يمكن هي الاسوأ في تاريخه قدام بيراميدز. ما شفتش الاهلي مستسلم بالشكل ده. اللعيبه عايزه الماتش يخلص، اللعيبه نفسها مستنيه الماتش يخلص، هي مش عايزه تلعب. هي خلاص ايقنت ان اليوم لو كمل بيراميدز هيزود الثالث والرابع، ممكن الموضوع يكبر. بيراميدز النهارده برده ما عندهاش المباراه السوبر بالمناسبه. هنا مش جاي ينتقد بيراميدز، لا بيراميدز في النهايه هو يستحق الفوز طبعا، كان ممكن يسجل كمان اكتر طبعا. روتيتش عمل مباراه كويسه جدا جدا على مستوى اختيار العناصر. خلي بالك الراجل بيلعب من غير الشيبي اللي هو مطرود، وبيلعب كمان من غير مرعي، احسن واحد بيلعب كره من تحت عنده. فالموضوع لما الراجل يلعب ماتش زي كده لا هو ممتاز جدا. نص ملعب النهارده هو كان مفتاح المباراه، ولكن الحقيقه ان بيراميدز اكتسح نص الملعب من بدايه المباراه. وخلينا نبدا بالتشكيل. الاهلي بدا بالشناوي في حراسه المرمى، قدامه بيكهام واشرف داري، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال كريم فؤاد، ديانج وبن رمضان. في نص الملعب قدامهم زيزو، تريزيجيه، بن شرقي ومحمد شريف. بيراميدز بدا باحمد الشناوي في حراسه المرمى، قدام احمد سامي واسامه جلال، كريم حافظ باك رايت، محمد حمدي باك ليفت، قدامه وليد الكارتي، بلاتي توريه ومهند لاشين، ناحيه اليمين قطه، ناحيه الشمال ايفرتون، وفي الهجوم فيستون ماي. اول 5 دقائق في المباراه واضح ان بيراميدز نازل يضغط. نص الملعب فاز بشكل كبير. بن رمضان النهارده هو اسوأ لاعب في النادي الاهلي، ما فيهاش شك. بن رمضان سيء جدا، لا عارف يضغط، كل الثنائيات بيخسرها، ولا عارف يخرج بالكوره، ولا عارف يلعب تمريرات طوليه، ولا اي حاجه من مهام نص الملعب مفتقدها بشكل كبير. هل ده راجع للاصابه؟ انا ما اعرفش. الكلام ان الراجل ده كان مصاب ومش كان هيشارك اصلا، فانا ما اعرفش اذا كان هو مصاب وما شاركش عشان كده ولا في حاجه تانية. انا ما اعرفش بصراحه، لان الراجل ده مستواه النهارده غريب جدا. كمان زيزو هو النهارده برده سيء جدا. زيزو النهارده خارج التقييم، سيء جدا جدا جدا. ما فيش اي دور ليه في الملعب، لا خروج بالكوره ولا توظيف ولا توزيع لعب ولا توظيف في الملعب ولا اي حاجه. الراجل ولا اي مهمه بيقوم بيها بشكل كبير. يعني ما حسيتش ان هو كواليتي مختلف عن اللي حواليه. والكلام ده برضه بينطبق على تريزيجيه وعلى بن رمضان زي ما قلت، وعلى معظم لعيبه النادي الاهلي. لكن بيراميدز نص ملعب ممتاز جدا. بلاتي توريه عامل ضغط عالي بشكل كبير، مهند لاشين بيعرف يخرج بالكره حلوه جدا، وكمان وليد الكارتي الراجل اللي بيكمل، والنهارده مسجل هدفين، نجم المباراه طبعا. لكن كان في حده رهيبه عندهم في الملعب، وبصراحه حاجه غريبه. يعني الجمهور ده جمهور النادي الاهلي، فالطبيعي ان الاهلي هو اللي ينزل متحمس، هو اللي يضغط، وهو اللي ياخد الثنائيات. لكن اللي حصل كان العكس تماما. لعيبه بيراميدز كل الثنائيات كسبتها. حده غريبه في ادائهم وشراسه وضغط، ويعني حاجه منتهى قمه الرجوله في المباراه ممتازه جدا لعيبه خط الوسط الحقيقه. وكمان قط الراجل اللي بيضغط في كل حته في الملعب. الراجل مش واقف، مش مجرد وينج واقف بيغطي، لا الراجل بيضغط وبيهاجم بشكل كبير. المدافعين النهارده وتمركزاتهم 10 على 10، مفيش كره عرضيه بتعدي الا لما كان لا اما المدافع بيخرجها يا اما بيردها تاني. حاجه ممتازه، متمركز صح. الصراحه النهارده خط الوسط وخط الدفاع بتوع بيراميدز 10 على 10 بدون ناقص واحد، ممتاز. الشناوي كمان النهارده رائع، صد اكتر من فرصه وكان مميز جدا في الخروج على الكوره. كل الكور العاليه كان بيطلع يكسبها بشكل كبير. بصينا على الهدفين اللي دخلوا في النادي الاهلي. فالهدف الاول جه بسبب خطا من بن رمضان، الراجل اللي عمل فاول لانه مش قادر يجري ورا مايلي، شده خطا، لعب الكره كريم حافظ جت في القائم، رد الثاني فين الدفاع ما اعرفش. طبعا بيكهام واشرف داري بيتفرجوا لحد ما الراجل وليد الكارتي سجل الهدف الاول. الحقيقه وليد الكارتي من اللعيبه المميزه جدا في التكمله، دايما معجب بيه في حته انه بيكمل، مش مجرد لعيب وسط، هو بيحاول دايما يكمل ورا المهاجم. وشبه حمدي فتحي، هو مميز جدا في الحته دي. هدف مميز في البدايه لنادي بيراميدز. الموضوع بقى قلنا عادي، هدف مبكر طبعا اربك شويه الحسابات، لكن لعيبه الاهلي بعدها ما فيش اي رده فعل. اداء سيء جدا.
شوط كامل انت لا عارف تخرج بالكره ولا عارف تعمل هجمه، لحد اول هجمه الكره العرضيه اللي عملها زيزو لمحمد شريف، يمكن ده اول هجمه في المباراه. ثاني حاجه تريزيجيه لما راح ناحيه الشمال بدات الموضوع يتطور شويه، بدا تريزيجيه يمسك الكوره ويتحرك وبدا الامور تمشي شويه، لكن برضه دي كلها اجتهادات حضرتك، انا مش حاسس في حاجه بتتقدم في الملعب، كلها عباره عن اجتهادات من اللعيبه. فين ادائك؟ ثاني حاجه انت عايز تلعب كور طويله طبعا عشان تخرج عليها لانك مش عارف تخرج من تحت، فطبعا كان المفروض يبدا مين؟ جراديشار. هو بدا طبعا محمد شريف. بالنسبه لي محمد شريف هو الخطا الوحيد في التشكيل، انت كان لازم تبدا بجراديشار تحسبا انك تلعب كور طويله، ده طبيعي لان بيراميدز اكيد هينزل يضغط عليك، ده كان متوقع بشكل كبير، مش بتلعب غزل المحله فمتوقع انه هيسيب لك الملعب، بالعكس الراجل كان بيضغط بشكل كبير. والحقيقه بيراميدز النهارده يا جماعه عايزين نديله حقه، عمل مباراه ممتازه. بيراميدز النهارده 10 على 10، معظم اللعيبه زي ما قلت، خط الدفاع روعه جدا جدا، ضغط والتحامات والثنائيات بيكسبها وحماس غير طبيعي، كمان خط الوسط ممتاز، اكتسح خط وسط النادي الاهلي النهارده. ديانج بيلعب حرفيا لوحده في خط الوسط، انا شفت ديانج الوحيد اللي بيحاول يلعب مع خط وسط بيراميدز، بيحاول يضغط بيحاول يعمل الكلام ده، لكن برضه الموضوع صعب انك مش هتقدر تغطي مساحه 3، الموضوع بيكون صعب وتقيل جدا، خصوصا ان بن رمضان ما كانش في يومه، النهارده كان سيء جدا زي ما قلنا، فالموضوع كان صعب قوي على اليو ديانج. كمان محمد هاني يا جماعه، محمد هاني يعني مش بشوف اي تطور، ليه محمد هاني ما بتطورش؟ ليه ما بتلعبش عرضيات؟ ليه ما بتحاولش تهاجم؟ ليه ما بتظهرليش انك قابل للتطور؟ مفيش قابليه اصلا، مش فكره انه مش متطور، هو ما عندوش قابليه للتطور. كمان كوكا، انت ليه نزلت كوكا؟ يعني ايه الهدف من نزول كوكا وانا خسران؟ يعني ماذا سيضيف احمد حسن كوكا في الملعب؟ احمد حسن كوكا هو واحد من اسوأ اللعيبه اللي ما بتعرفش تعمل باص اصلا، ما اعرفش باص، نزله ليه؟ ما اعرفش. احمد رضا تبديله متاخره جدا، كان لازم ينزل من بدري. قفشه ليه ما اديتلوش؟ انت كده خسران وبتحاول تنقل هجمه، ليه ما نزلتش قفشه؟ على عكس تماما تبديلات نادي بيراميدز، لا راجل متزن بيبدل صح، عارف كويس قوي مين اللي بيأدي، عارف امتى يبدل مين، حاجه ممتازه جدا. روتيتش النهارده يمكن من افضل المباريات اللي ادارها قدام الاهلي، رغم انه ما كانش 10 من 10 فنيا، كان فنيا اقل شويه، لكن برضه ظهر فيه انه مركز في المباراه، محضر وعايش المباراه، عكس مدرب الاهلي اللي مش في دماغه تمام. وهنا انا مش هحمل ريبيرو لوحده، ريبيرو سيء طبعا، قلت لك واحد من اسوأ المدربين اللي مسكوا الاهلي ان لم يكن الاسوأ، مدرب سيء جدا، ما عندوش اي فكره من اول مباراه، والموضوع واضح مش محتاج يترجم. لكن حضرتك انا جايب لعيبه بتاخد ملايين الملايين، لعيبه بتاخد ارقام ما حدش بياخدها في الدوري المصري، بقى تقدم لي حاجه مختلفه، والا ما تسالش الرقم. حضرتك ليه بتعترض؟ يا اما تاخد رقم زيك زي اللي جنبك، يا اما لو عايز تاخد اعلى يبقى تقدم لي حاجه هو ما بيقدملهاش. لكن الحاجه ما حصلش، ما فيش لعيب من اللي بتاخد ارقام عاليه وكلنا طبعا عارفينهم بيقدم مستوى يستاهل الرقم اللي خده بصراحه وبمنتهى المنطقيه وبدون حياز لاحد. بخصوص روتيتش فالراجل يعني عمل مباراه ممتازه زي ما قلنا. روتيتش يمكن عدل المسار شويه، وبدا الموسم سيء جدا، لكن بدا المباراه دي اعتقد انها تديله دفعه معنويه كبيره جدا من لعيبه بيراميدز، هتقدر تلم شملها شويه بعد الهزيمه من مودر. اخر حاجه الحكم النهارده كان ممتاز، الحقيقه عجبني جدا في قراراته وفي هدوءه، كمان الجمهور النهارده كان روعه الروعه، جمهور النادي الاهلي قدم ملحمه في المباراه رغم الخساره ورغم الاداء السيء اللي عمله النادي الاهلي، لكن الجمهور كان حاجه مفرحه جدا الحقيقه. في النهايه مباراه اقل من المتوسطه، النادي الاهلي ما قدمش المستوى الفني المطلوب، فبالتالي المباراه خرجت بشكل سيء جدا على المستوى الفني، يمكن تقييمها اقل من المتوسط بكتير، يمكن المباراه ما تستحقش 3 من 10، مستوى سيء جدا، عكس بيراميدز طبعا الراجل عمل اللي عليه وزياده، الراجل قدر يستغل المباراه ومشي بطبيعه المباراه وقدر يكسب، فده طبيعي جدا يعني. يا صديقي انا مش شايف المباراه تستاهل احنا نتكلم فيها اكتر من كده، فانا بشكرك جدا لو وصلت معايا لحد هنا، اتمنى تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناه، وشكرا جدا يا صديقي، سلام.